حي الله الجميع. صلوا على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. هناك شخص يقول كنت أحب الفرفشة والضحك والسوالف الطيبة. يقول إلا أن طالت السالفة معاي. يقول يعني الناس تحب الضحك والفرفشة وتعمل بجد واجتهاد. يقول أنا لا، أحب الضحك والفرفشة وأعمل، لكن مو بحاط في راسي عمليا يعني أن الشغل ذا ما يجب العبث أبدا. فكنت ما أهتم يعني، أهم شيء في راسي كان أني أعمل يعني، لكن مو بأسس عمل خاص بي أو أستمر في عمل علشان أوصل فيه إلى مناصب طيبة أو رواتب طيبة. يقولوا هذا دفعني الثمن غالي يوم كبرت. يوم من وصل عمري حال 45 فوق تحت، يقول انتبهت. يقول ما انتبهت إلا خلاص بدأت الأمور تفوت. يعني أصحابي اللي كنت ماشيهم كانوا جادين ومجتهدين، اللي حطه بيت، أسس بيت، بنى، والسيارة الطيبة، واللي رأس مال، واللي عنده تجارة، واللي يقول إلا أنا كني طرزوت في بر. يقول طيب، يقول وهذا قام يخلي نفسيتي تسوء يعني. يقول خصوصا أن جلست يعني فترة من الزمن يعني أراجع روحي في السالفة دي إلى درجة يعني النفسي صارت زفت، مو بعارف شلون أطلع من الغرقة اللي أنا فيها. والسبب إنه يقول يعني مصاريف ما توقف، الأجار قام يضهدني، أجار البيت، مصاريف العيال. بالأول تذب في يد الولد نص ريال ولا ريال وانتهت السالفة. تعرفون الحين آفات هالعيال ذلي، والبنيات لهم حوايجهم. وقمت يعني أتأزم بالفعل. عندي زوجة طيبة وصابرة معاي على ضعفي، اشتهي أذب في يدها كم ريال، اشتري لها فستان مطيب. هذا يقول كله ما كنت أقدر عليه، خصوصا أن صار صعب علي أني أشتغل عند الناس، يعني في عمر بابا صغير صعب أخلي واحد يتأمر علي وهو في عمر عيالي. بالفعل يعني إذا أمر صعب صحيح. يقولوا هذا يوم كبرت خلى يصير عندي فترات بعد بدون عمل، ما عندي راس مال علشان يعني أقدر أشيل وأحرم. يقولوا مريت في نهاية الأمر بحالة نفسية ما يعلم بها إلا الله عز وجل. والسبب إنه صار حتى جلساتي مع الشباب صارت تصعب علي. الشباب يحطون قطية للعشيات، للغديات، للرحلات وما شابه. يقولوا أنا كل ذا ما أقدر عليه، أما هم أو البيت يعني يا مصروف البيت يا مصاريف الشباب. يعني كنت ضعيف إلى هالدرجة، والحال مثل هالوضع. إلا أني من النوع اللي ما أيأس. يعني يقول إذا أنا في حسنة
يقول فهو انه انا ما ايأس، يقول انا عندي امل، يعني راعي امل، وامل موزون، يعني مو بامل والله من انه انا ما عندي شيء لما اتامل مثلا اشتغل شغله وفي سنه تصير عندي الملايين، لا، يقول املي موزون، اعرف ان الامور لازم تجي باسبابها وما شابه عشان توصل يعني. طيب الرجال الحين جات صحوة مثل ما يقولون وانتبه، لكن انتبه في عمر متأخر، في 45 وما شابه، هذا كهل، بدأ الشيب يجي، بدأ يغزوه، ما استسلم الرجال، وبرغم انه خالي ما عنده شيء، يعني يقول انا ما عندي المشكلة، ما انتبهت الا وما في مخباي يعني ريال واحد، واقعا ريال واحد ما في مخباي. يقول يمكن هذا السبب اللي خلاني انتبه اصلا، انه ما في مخباي شيء. ذيك الايام ما كانت الامور بهالسهولة، يعني الان بلد ولله الحمد يعني الدولة تمشي عليك بعض الضمان والامور اللي مو بقول والله ذيك الهاي، لكنها واقعا تمشي الحال، ما تخليك يعني تعيش في اسوأ الظروف، لا، تمشي حالك. فذيك الايام ما كان موجود مثل هالامان، الاشياء ذي ما كانت متوفرة. مثل ما قلنا الرجال ما جاته الصحوة الا في عمر متأخر، وفي وقت كان المخبى فيه مصفى. طيب شو الحل الآن؟ والأجارات تحل والفواتير تحل، وأنا رجال ما عندي يعني أولاد يوقفون معاي، يعني كان عنده وبعض الأولاد لكنهم ما زالوا إصرار على العمل، أعمارهم تقريبا 12-13 سنة، وهو الحين له قريب السنة لا يعمل، وعلى الله عز وجل وعلى شغلات منتفة، يا الله مثل ما يقولون تسد الرمق. يقول قلت ما ينفع هالكلام، ما ينفع، الربع يشيلون ويحطون وانا اتفرج، ما يصير. يقول واعصر نفسي الى ابعد الحدود واشتري لي بيك اب صغير، سيارة حوض، يقولوا اخذها واعمل عليها. يقول اشتغلت في السكراب، قمت القط الحدايد الملوحة في الارض، كبت ما حد يبيه، اغسلها مليوحة. يقولوا اجمع منهم اللي انباع واروح ابيع في اماكن السكراب بمبالغ بسيطة. يقولوا اول مرة جمعت الظاهر يقول باع ب120 او ب130 ريال، مبلغ بسيط، بس يقول ذا اعطاني امل طيب. يقول اكتشفت ان اثر والله يعني في شيء زين كانت الارض ناشفة مصحرة. يقول وهذا 120 ريال دي ونسة ثانية. يقول والله دخلت البيت كيستين ممليين بالحوايج مالين البيت، والله وابن العيال استقبلتني استقبال طيب. يقول استانست مسكينة يوم شافت انه والله يعني من زمان ما في شيء، والرجال داخل بتشياس مملية. يقول والله دخلت مرفوع الراس. يقول وانا اضحك على روحي، يعني شلون خرج كيستين
ما نسيت عني، بس يقول والله من التصحر اللي مريت فيه، يقول عرفت انه والله في نفس الحمد لله. يقول واجد واجتهد اكثر. الرجال يقول قام يقعد من الفجر للشغله، ما يجي الا الظهر، ويطلع مبكر العصر ويجي المغرب. يقول والله الحمد لله تعدلت الاحوال شوي. يقول قلت اقعد يم الشباب وانا والله مرفوع الراس شوي. يقول اذا قالوا العشاء يلا يا شباب نسوي عشاء، حطوا مثلا على 20 ريال، يقول الوح ال20 والوح فوقها ريال، وانا اضحك واقول اخذوا العبوا ذاك الفقير راح. يضحكون الشباب ويضحك. يقول والطيب في الامر ذا يعني ان الحمد لله مجتمعنا متفهم. يقول الكل قام يشجعني، يقولون الامور يعني من ناحيه المجتمع طيبه. بالفعل احنا ولله الحمد المملكه يعني شعب متفهم بالفعل في امور العمل وغيره. الكل يشجعك على العمل، والكل يدعمك نفسيا فيه، ماديا بعد طبعا. ما حد يبعدك ماديا، يدعمك. الحين شو يقول يعني الرجال هذا؟ يقول انا كنت يعني امر بظروف في غايه السوء. يقول والاهل يتفرجون وما لهم شغل، اللي يقدر يساعد يقول يطالعني مسكين يعني بعين العاطفه ما يقدر، يا الله يشيل نفسه. يقول واللي يقدر يساعد يقول اصلا يعني يخاف حتى اجي يمه ولا اوقف عليه، يقول كاني بطره. بالفعل الناس هذا طريقته وهذا تعاملها. يقول مشت احوالي يعني ولله الحمد مشت. صرت ادخل البيت بالاكياس. طبعا يقول انا مو كل يوم، خصوصا ان الرجال ده شريف ما كان يلقط من الارض وغيرها الا الحلال متوفر اللي ما حد يبيه، ومثل بعض العمالات او بعض الحراميه سواء من اهل البلد ولا غيرهم اللي ما يهمهم من حل ولا حرام. يقول لا ذا انا رجال بعد فيها العمر والف ودور. يقول الا ان على قله المدخول تعدلت الاحوال، وبعد الرجال يعني طور من ادواته واموره، شرى العدد اللي يحتاج لها في عمله، مرتب اموره، يلبس اللبس المخصص حق عمله، واموره طيبه يعني. فمشت احواله ولله الحمد، وصار يجلس يم اصحابه مثل ما يقولون هو مرفوع الراس، يجلس يم زوجته وعياله وهو مرفوع الراس. اذا احد ساله وينك هالايام قال والله الحمد لله اطقطق في السكراب وما شابه. يعني العبره يا شباب من السالفه ذي ان الانسان بالفعل لا ييأس. هذا رجال في عمره الشيب، وبرغم انه كان يعمل ويشيل ويحط مقصر في عمله، هو طوال عمره ما كان مقصر، الا انه كان مقصر من ناحيه الترتيب، كان مقصر من ناحيه الادراك، ما يدرك. وما كان احد بعد هالمسكين بيجيه ونصحه ويعلم ان هذا افضل وذا احسن. مع عمله ومع جده ومع اجتهاده دفع الثمن. قامت تمر عليه فترات طويله ما يعمل، واضطر يعني انه يبدا من الصفر. لكن هذا شفنا بدا من الصفر ومشت اموره، ما نقول والله صار مليونير، لكن صارت احواله طيبه. يعني حتى انه حط السياره الطيبه اللي كان ما يحلم بها يروح ويجي فيها على عمله، وصار مدخوله زين، تغيرت الاحوال. يعني هو يقول وين؟ يقول والله قمت ادخل البيت يعني الفستان الطيب هدية حق زوجتي المسكين اللي وقفت وياي في الحلوة والمرة، وقمت أعطي العيال المصاريف بشكل رسمي. قمت والله أذب على الوالدة الشيء الحليو. الوالد أطيب خاطره، عنده هو أبو وأم شياب كبار شوي. يقولوا الأمور صارت يعني أفضل بكثير جدا. يعني الآن الشخص ده
لو متملكه اليأس وما جاه أمل إن الله عز وجل يطلعه من الحال اللي هو فيها، من ضيقة نفسية، من ضيقة مادية. شلون حاله الآن؟ كان حاله يرثى له، بينما أن تمسكه بالأمل ودعم الأمل بالعمل البسيط غير من حاله كثير. ممكن أنا وأنت ونشوف إنه والله ذي شغلة بسيطة ومدخولها بسيط. لا، ما في شيء بسيط يا شباب. هالبسيط اللي نشوفه بسيط أحيا عائلة كاملة، شال عائلة كاملة. وما ننسى إن الله عز وجل ما يترك، يعطي ويدعم، يرزق نفسية طيبة، يهدي إلى رزق زين، يصلح من أحواله. هذا اللي صار حق هالشخص، تعدلت حياته، ترتبت. اللي بقوله إن الشخص اللي على قد الحانة يعني، أو اللي في بدايات حياته، لا يقول أنا والله ما عندي راس مال وأجلس. يشوف له حال، اعمال، اشتغل عند الناس، مو مشكلة. نفسيتك عاجزة عن تقبل العمل عند الناس، سو لك أي مشروع مهما كان بسيط تراه يكبر. يعني احنا كبرنا وشفنا بعيوننا، شفنا أصدقائنا وغير أصدقائنا بدأوا من الصفر، ما عندهم أي شيء، واللي حط البيوت، واللي حط السيارات، واللي الله عز وجل أغناه، اللي ما حصل كلش صار مكتفي ولله الحمد، ما يحتاج للناس. الله عز وجل ما خلق الإنسان من أجل تعذيبه، ما يعذب نفسه إلا بيده، يسعف رزقه وتمشي أموره. هذا احنا نشوف بعض العمالة الآسيوية مثلا، يجي من بيئة مقطعه الفقر، يجي من بيئة الله أعلم شحاله، ما يجي اللي على راس ديون أصلا عشان يدفع قيمة فيزا أو ما شابه، بعدين يبني بيوت في بلده. شو اللي خلاه وصل حق هالآمال؟ اليأس. هو أولى باليأس أصلا، بلدانهم فقيرة جدا والظلم منتشر فيها. يجي مثل بلدان ويرجع غني. طبعا يجيك شخص يقول طيب ذا والله بلده رخيصة وأموره طيبة، والريال هنا يساوي مثلا هناك 50 ربية أو ما شابه. هذا كلام صحيح، لكن غير حاله، تحرك. هذا غير ان احنا نشوفهم عندهم مشاريع، هنا عندهم مشاريع قوية وكبيرة. ليش هو استوى واحنا ما نستوي؟ احنا ناخذ رزقنا مثل ما ياخذ رزقه هو، بل احنا في الواقع الأغلبية من أهل البلد هم الأثرياء، والأجانب أقل في الثراء. ومع ذلك أنا ما أتكلم أن الشخص يكون يعني من الصفر إلى مليونير صاحب أموال وكذا، لكن لا يتملك الشخص اليأس. اليأس قاتل. اليأس من أفضل أدوات الشيطان لعنة الله عليه حق تدمير الإنسان. ابدأ بأي عمل، أعمال كثيرة. ما عندي رأس مال، اشتغل مثل ما اشتغل هالرجال في السكرات، حتى لو آخذ عربية مثل ما شفت بعيني أنا بعض الشباب أو بعض الأجانب عربية يجمع فيها، وإذا اجتمعت الأشياء كثير عنده أجر له سيارة حوض تشيل أغراضه ويوديهم يبيعهم. الآن احنا في عصر الفكرة صار فيها لها ثمن يعني قوي وجيد. بعض الشباب يجلس على الانترنت من الصباح إلى الليل، أو يجلس بعد ما فيها الأيام صباح ولله الحمد كاملين، ما في إلا خمدة إلى الظهر والعصر.
بعض الشباب يجلس على الانترنت طوال الوقت، استفد من يا رجال؟ افتح لك موقع لخدمات مثلا، برمجة ما شابه، تعلم أمر يعني، تعلم فوتوشوب، تعلم غيره واعمل. اخذ لك كم ريال واعرض سلع في موقع حراج وغيره. لا يجلس الإنسان خالي، يتسلط عليه الشيطان بالوساوس، يتسلط عليه الحوائج، يخجل من أصحابه، يخجل من أهله، يخجل من عياله. بينما أن الإنسان اللي يعمل بجد، مو بيحط له عمل علشان بس يفتك من الناس، لا، يعمل بحقيقة. يعني أنا بالنسبة حق أماكن الإنترنت وغيره، قبل فترة فتحت موقع متجر إلكتروني، واحتجت بنرات ما ادري ايش يسمونهم ذلي، واجهه وغيره. فتواصلت مع شخص من المغرب، شباب صغير عمره الظاهر في العشرينات، ورتب لي المحل وسواه. طيب بكم؟ أخذ مني الظاهر $30 أو $10، والله ما أتذكر. أنا بالنسبة لي بسيطة، بس هو بالنسبة له طيبة، لأنه هو إذا جاه زبونين 3 في اليوم فالمدخولة طيب يصير. فالأشغال الأيام ذي في الإنترنت وغيره كثيرة جدا، وفي ناس صارت مليونيرات منها وهم ما تصوروا. يعني هم ظنوا يبدؤون بس يمشون الحال واستووا أغنياء منها. طبعا أنا إذا تكلمت يا شباب عن الشغل في الإنترنت أو غيره، ما أتكلم إلا عن الشغل بالحلال، اللقمة الحلال، الابتعاد عن الموسيقات، الابتعاد عن المشاهد الجنسية، الابتعاد عن الأمور اللي ما يقبلها الله عز وجل، من أجل أن الله يطرح له بركة. من توكل على الله فهو حسبه، يشيله ويرتب أموره. والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لأفضل الأمور. سلام.